الحقيقة بعض الفعاليات الإعلامية يجب أن تصاحبها موافقات مسبقة من إعلام الشركة أو حتى من الوزارة، وسيما إذا كانت تتضمن تصوير بعض حلقات الإنتاج أو التخزين أو لقاءات مع المنتج أو المحطات الإنتاجية. هي حقيقة هذه غير مصرح بها إلا بتصريح رسمي، وعليه نعتذر أنه ما نقدر، إحنا ما حصلنا على هذا التصريح حتى أنت تقوم بتصوير بعض مرافق الشركة أو القيام بجولات ميدانية. بسبب الحظر، أضيف للأخ فاروق، بسبب الحظر على النقابات وعدم التعامل وياها، احنا أيضا هم نحذر من أنه تكون هناك مخاطر لحضرتك أو لأي مصور أو إعلامي آخر يجي للشركة دون علم شعبة الإعلام الموجودة بالشركة، إلا بتصاريح، والتصاريح هاي للنقابة بالذات ما جاي يتعاملون وياها، لأن تعرف الآن الضغط على النقابات الحد من عملها هو هذا اللي يمنع عدم الوصول إلى المواقع الأخرى. مواقع الشركة منتجة. هذه البصرة وتقع على الخليج العربي، المنفذ البحري الوحيد للعراق، حيث لا يوجد منفذ بحري سوى هذا. وهذه المنطقة تمتاز بوفرة النفط والاحتياطي يقدر بها بحدود يعني 275 مليار برميل المتوقع بها، تحتوي على ما لا يقل عن 83 حقل هي وبعض المحافظات المجاورة. أولاً بالنسبة لا يمكن لأي مواطن شريف بالعالم أن يقبل أو يتقبل دخول أي قوات كانت لاحتلال بلده. صحيح هناك مبررات لانتهاء صدام حسين من الحكم، وهو في اعتقادي هو الذي عمل على هكذا أن تكون الحالة بالنسبة للقوات ما تسمى بالقوات التحالف والقوات الصديقة أو قوات التحرير أو ما أطلق عليها فيما بعد بالاحتلال. لا يمكن لأي مواطن أن يرضى مهما تكن النتائج، أساء الحاكم الدكتاتوري أو لم يسب. نحن لا نقبل بالاحتلال مهما يكن من صفاته وخدمته للمعارضة أو خدمته أو قدم ما قدم للمعارضة سابقا. نعم لكل نظام بالعالم هناك معارضة، لكن حتى على المعارضة لا تقبل أن تداس أقدام الأجنبي بصفة الاحتلال أرض البلد. نحن في الجنوب دخلت علينا قوات بريطانية، القوات البريطانية لا تختلف عن القوات الأمريكية، وكذلك قوات التحالف متعددة الجنسيات لا يختلف عنها شيء، هي قوات احتلال. نحن لم نصفق ولم نحيي ولم نبارك هذه القوات مهما أتت وبأي صفة كانت. الاحتلال لم نرحب به حتى وإن كان صدام حسين قد قدم ما يبرر دخول هذه القوات. ميليشيا. الحقيقة احنا بالنسبة لنا تعرف أنه بعد الإطاحة بالنظام السابق ظهرت على الساحة العراقية الكثير من الأحزاب والتجمعات والتكتلات والتيارات، قسم منعته بصفة دينية، وقسم يعمل بدفع من دول الجوار، وقسم يعمل بأجندات خارجية، وقسم يعمل بدفع وتغذية وتمويل من دول أخرى. هذه أطلق عليها بالميليشيات. نعم احنا عندنا في الجنوب عندنا عدة ميليشيات حملت السلاح وقاتلت، بالأساس هي كانت مقاومة لطرد الاحتلال. نعم وإلها مواقف مشهودة من قوة وطنية، من قوة حملت السلاح للدفاع. نحن لا نريد أن نقلل من أهمية هذه المقاومة إذا كانت مقاومة شريفة للدفاع والخلاص من قوات الاحتلال. هم شافوا قوات الاحتلال البريطانية موقف هذه القوات كمقاومة بالبصرة. نعم. أما الميليشيات المتنازعة على السلطة، هذه الميليشيات حقيقة دخلت
حتى على الساحة العراقية وهي مرفوضة تماما، وخاصة ما حصل من خطف وقتل وتسليب الناس، وخاصة ما تعرض له النساء وما تعرض له الأطفال وما تعرض له هذه الميليشيات. هي صراع على السلطة بدفع وتمويل من قوى أجنبية خارجية. نحن أيضا نرفضها ونرفض الإرهاب، وهناك بديل وخيار آخر للعنف هو اللا عنف، واللي نسعى عليه كفلسفة وثقافة للمجتمع العراقي. وانطلق العمل النقابي بالضبط بعد الإطاحة بالنظام السابق في 20/4/2003، وقدرنا شكل نقابات في جميع قطاعات نفط الجنوب، من اللجان النقابية في المواقع إلى النقابات الفرعية إلى النقابات العامة، حتى وصلنا إلى مستوى الاتحاد العام لنقابات نفط قطاع نفط الجنوب، وهو اتحاد مؤقت لحين تشكيل النقابات كافة في العراق. ننتظر إن شاء الله بعد التغيير والاعتراف بالعمل النقابي أن تصدر عدة قوانين وتشريعات عمالية تضمن حقوق وعمل النقابات، وإن شاء الله خلال الانتخابات القادمة. الآن الحكومة من استلمت الحكم بالعراق، والحكومات المتعاقبة على النظام ما انطت للعمال ولا انطتهم حق العمل، وخاصة بالقطاع العام. أبقت في عام 2004 على نقابات العمال في القطاع الخاص، لكن ما انطت العمل أو إذن العمل بالقطاع العام اللي تمثل النقابات العامة. نحن نناضل ونجاهد من أجل إبقاء النقابات تستمر في عملها رغم المضايقات من كبار المسؤولين في الدولة العراقية، وخاصة من وزارة النفط للأسف، وبعض المسؤولين بالوزارات واللي صدروا قرارات، وخاصة قرار السيد الدكتور حسين الشارستاني في 17/7/2007 اللي منع التعامل مع النقابات العمالية في قطاع النفط، وهذا خارج عن النطاق الأخلاقي والدستوري وحتى العرفي خارج بالعالم. لا يمكن لأي وزير ولا يمكن لأي مسؤول دولة ولا يمكن لرئيس جمهورية أن يلغي دور النقابات، ولا يمكن لأي مسؤول يلغي دور النقابات. النقابات ثابتة ما دام هناك عمل موجود، ما دام هناك عمال، ما دام هناك موظفين. نعمل باستقلالية مهنية نقابية إلى أن نحقق كافة حقوقنا وحقوق الطبقة العاملة اللي تنشد الازدهار للاقتصاد العراقي. شكرا. شكرا جزيلا. This is beautiful.